سلام حبيبتي، اليوم جبت لكم صابلي بالزيت سريع التحضير. نزينوه غير بالفرشيطة اللي هي الشوكة باللغة العربية اللي ناكلو بيها كي اللي ما يفهموش. تعطينا هذا التزيين الشباب وسهل. ويجي هذا الصابلي هشيش 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 هشيش. راني نجاوب في واحد الاخت غدوه نجاوبك، راني نجاوب واحد الاخت قالت لي ما تقوليش هشيش. انا ما عرفتش نقول هو هشيش ونقول يابس. ونجاوب تاني واحد الاخت اللي قالت لي ما تفتتيش، انا كون ما فتتش يا اختي ما نسماش ام محمد اللي قنفتت لكم الحبه باش تشوفوا باش تشهدوا. صراحة كنت غادي نديرها غير هكا بلا ما نلصق حبة مع حبة بالكونفيتور. من بعد كانوا غير اللي تدخل بناتي تقول لي يا ماما ما درتيش كونفيتور، ما لصقتيش مع الكونفيتور. هيا وليت عاود كاع لصقتهم بالمربى. هنا درت لصقتهم بمربى تاع الفراولة كانت عندي. جا شباب تاني وجا بنين. كيما تبغوا تلصقوه بالكونفيتور، تبغوا تلصقوا شوفوا كي جاو يا ما شوفوا. شو دوك الجوانب تاع الصابلي جاو هكا مخططين باين باللي هشيش. نبدو بسم الله في عجينة الصابلي تاع الكاكاو. هنا كنتو سألتوني كيفاش توزني البيض، نجيب قاع البيض اللي عندي ونبدا نوزن. اللي توزن لي 65 غرام نستعملها، 65 66 ما تهمش. وهذوك اللي 70 الفوق كاين حبات يوزنوا لي حتى 80 غرام، هذوك ما نستعملهمش نطيب بيهم ولا. واذا استعملتهم نزيد شويه كميه الطحين. هنايا عندي 200 مليلتر تاع زيت، عبرتها بداك الكوب الجزائري، اجت كوب معمر مع 100 غرام تاع سكر ناعم. تقدروا ديروا سكر حبيبات، رشه تاع الملح. وما نديروش الفاني خاطش غادي نستعملوا الكاكاو. قلت لكم تبغوا تستعملوا الفوي اليدوي ولا هذا اللي وريته لكم في مشترياتي. دخلت السكر مع الزيت وزدت عاود هذوك زوج تاع الحبات تاع البيض، وزن الوحده 65 غرام درجه حراره الغرفه. من بعد تعذبت، قلت انا عندي التكنولوجيا وقاعده نعذب في روحي بن هذا. جبت الباتيغ تحيا الباتيغ الكتريك، دخلت البيض مع الزيت والسكر وعاود زدت عليهم 100 غرام تاع نشاء الذره اللي هي المايزينا، كوب معمر تاع مايزينا. خلطهم عاود مع بعض. دوك غادي نزيد الفارينه والكاكاو. هنا من المفروض اذا درتها فاني تدي لي 450 غرام بالضبط تاع الفارينه، بصح دوك باغي نديرو كاكاو. اذا نقص 2 مغارف تاع فارينه ونعوضهم بزوج مغارف تاع الكاكاو. يعني الحجم تاع المغرف كيما شتو الاولى درتها بومبي اللي قلعتها تاع الفارينه، والثانيه ماشي بومبي، غير كيفاه عاود زدتها كاكاو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ديجا الفيديو راه يعبر على روحه. زدت هنايا كيس خميرة كيميائية من وزن 10 غرام، خلطتهم ودوك نغربلهم. عجينة الصابلي ما نعجنوهاش، اللي غير هكا بصبعنا نبدو نلمو فيها. شتو الحبيبات تاع الكاكاو نلموها هكا باش ما توليناش الاستيك. خاطش عجينة الصابلي اذا عجنتوها بزاف غادي تخرج لكم الزيت تاعها وتولي لكم مطاطيه. شوفوا قوامها كيفاش جا شباب، ما جاش طري بزاف بزاف وما جاش يابس. وعجينه الصابلي تاع الزيت ما نخلوهاش ترتاح تيبسنا، خليتها انا غير قدامي بلا ما نمسح طاوله العمل. هنا شوفوا قطعتها لكم في الوسط، شوفوا كي دايره ويا شوفوا داك الصابلاج وداك الخطوط وكاع ما شاء الله. هذه هي العجينه الناجحه تاع الصابلي. جبت 2 اكياس كبار هذوك تاني نشرو فيهم الخبز. حليتهم وني نحل في العجينه ضربه واحده، كاع حليتها باش ما نضلش نقطع غير بالمورسو. ما ديروش السمك تاعها غليظ بزاف باش ما تجيكمش كيما الطورنو، ما ديروهاش رقيقه بزاف. وشفتوا درت ديك العفسه هكا بالحلال باش يجيني المستوى تاع الوجه تاع العجينه كاع كيف كيف. جبت الفرشيطه وراني نضغط بهذه الطريقه. الضغطوا مليح، ماشي عاود توصلوا عاود حتى للطابله، لا غير هكا ديروا خطوط كيما راكم تشوفوا. وما تقلبوش الفرشيطه. دوك نوريكم ملي ما ديروهاش وتطبعوا الحبة تاعكم. شوفوا كيفاش جاو شابين ودوك الخطوط جاو مرسومين شابين ما شاء الله. هذه ما ديروش بهذه الطريقه تقلبوا الفرشيطه، شغل تخربش لكم هذاك التزيين ما يجيش شباب، يليق هكا. حاولوا ما تغلطوش تنسوا ديروا يليق هذه الطريقه. هذاك العجين اللي يبقى لي في الكيس ما نعجناش، عاود نقعد نعجن فيه غير هكا. نبدا نطبق فيه غير بشويه ونحاول هكا نلمه غير شويه ونعاود نحله ونكمل. شوفوا كيفاش جا الشكل تاعهم. راني مسخنه للفرن مسبقا على درجه متوسطه الى هادئه، حطيت الفرن في الوسطاني حتى يطيب، يدي لكم مده 20 25 دقيقه. المهم راقبوه تاني تعاود تحرقوه تاع الكاكاو ما يبانش. درك غادي عفوا دوك غادي نديرو تاع الفاني نفس المقادير. كوب تاع زيت 200 مليلتر تاع زيت مع 100 غرام تاع سكر ناعم، رشه تاع الملح، وزدت هنايا مغرف صغيره تاع الفاني.
خلطتهم بالخلاط الكهربائي، تحية الخلاط الكهربائي، وزدت 2 حبات تاع البيض بدرجة حرارة الغرفة، وزن 65 غرام، 100 غرام تاع مايزينا اللي هي نشاء الذرة، وزدت بالضبط 450 غرام تاع طحين أبيض اللي هي الفرينة، 10 غرام تاع خميرة كيميائية نغربلهم. من بعد ما خليتهاش ترتاح حليتها مباشرة فوق 2 تاع الأكياس، وراني نزين عاود هكا بالفرشيطة، تزيين ساهل ويجي شباب تاني. شوفوا مين تقطعوا بالقطاعة حاولوا ما ديروش هذوك الخطوط مستقيمين، ميلوا ويا القطاعة باش يجي هكا الشكل تاع هذوك الخطوط مائل كيما راكم تشوفوا هنايا حبات درتهم هكا ماشي مايلين، هي مين يجي مايل يجي شباب. شفتوا العجينة ما شاء الله ما زدت حليتها بلا ما ندير لا فرينة لا والو، تنقلع بسهولة، ما طرية بزاف ما يابسة بزاف، والشكل رسم غاية. تعطيكم هنا واحد 44 45 حبة. شوفوا هنا بالخوف كملت عجينة الكاكاو، عاود درت عجينة الفاني طبعتها وكملتها، واني عادة نستنى في الصينية الأولى الطيب، يعني بالخوف يوجد هذا الصابلي. تبغوا ديروا تلصقوه بالكونفيتور بالشوكولا تارتيني، يعني كيما تبغوا تخلوه كيما هو. المهم بنين بزاف بزاف، فرحوا وليداتكم من يجوا من المدرسة ولا الليسي ولا الجامعة ولا يلقوا هذا الصابلي اللي بنين ولا هشيش 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 بزاف بزاف. واستحفظوا به في علبة محكمة الإغلاق، ولكن حتى يبرد باش ما يعرق لكمش، باش يقعد لكم كيما هو، تحسبوا هذاك وين طيبتوه. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة أخرى، مع السلامة.